باجتماعكم في كندا. سلموا على الجميع بما كنتم كثرا، فذلك يثلج الصدر أن نعلم أنكم كثيرون في رباطكم هذا، وأنكم يتحابون في الله، ويعدو بعضكم إلى بعض، ويسرع بعضكم إلى بعض، كي يكون تلاق، وكي يكون تعارف، وكي يكون تجديد لأخوتي. الحمد لله رب العالمين. يعني 20 دين اللي كان في كتبها موريال 20 كيلومتر على موريال. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني نشوفوا كيفاش الاستقبال الذي يعده الله سبحانه وتعالى لصنفين من الناس: صنف السعداء المتقين، صنف الأشقياء كافرين. مثلا يقول القرآن الكريم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى جهنم زمرا، يعني زمرة زمرة، يعني طائفة طائفة، حتى إذا جاءوا جهنم حفظنا الله منها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وفي هذا مباغرة لهم، وسنقول وسنسمع كيف يستعرض الملائكة المؤمنين المتقين عند قوله تعالى في آيات بعد هذه الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هؤلاء زمر أشقياء، وهؤلاء زمر سعداء. فزمر الأشقياء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فكان ذلك الفتح مباغتا لهم، مفاجأة لهم. كان ذلك الفتح مفاجأة لهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كانت الملائكة مستعدين للقائهم، لذلك لا يكون ذلك مفاجأة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم كنتم ادخلوها خالدين. جعلنا الله وإياكم منهم، جعلنا الله وإياكم منهم، والمؤمنين أجمعين، وإخواننا في الشرق والغرب، وإخواننا في موريال، إخواننا في موريال، وبارك الله فيهم وفي اجتماعهم، في كل اجتماع. يا سلامك. نعم يا سلام. كاين الاخوان ديال موريال، كاين الاخوان ديال موريال وكيفيت وطاوة، جميع المدن راهم مشاركين بزاف. الحمد لله يا رب العالمين. فإذا أوصيهم بتقوى الله عز وجل والاستعداد ليوم الآخر، يوم يقال فيه للذين اتقوا ربهم يساقون إلى الجنة زمرا، فيقال لهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جعلنا الله منهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. فأنا أقول لكم: سلام عليكم طبتم ادخلوا الجنة إن شاء الله خالدين. المقصود هو أنه المأوى، هو المأوى المسكن الذي يسكن الله عز وجل فيه الصالحين القانتين المتقين، هو الجنة. ولكن بعض الناس لا يعدو طلبهم ومطلبهم وهمتهم الجنة. يعني كيقول الناس يسمعون في الفضائيات وفي الاجتماعات: شنو بغيتوا؟ فين الجنة؟ الجنة هي مأوى المسكن، ولكن نريد نحن الذي أسكننا في جنته أن نراه وأن نسمعه ويسمعنا ويقول لنا ويقول له.
فهذا لا يفكر فيه كثير من الناس، مع أنه جاءتنا الأخبار النبوية الصحيحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لا تضارون في رؤيته كما تضارون في رؤية الخمار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يلقون الله عز وجل هو عنهم راض. الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء المتقين الذين يدخلون الجنة ولكن يسألون صاحب الجنة. وهذا الشيء هذا نبهنا له مرات تعديلا. كيقول الناس يتكلموا في الفضائيات ومكتوب في المجلات، يعني يطلبون وأنا الجنة شيء واحد محل جميل جدا وفيه ما اشتهي انفسه وتلذ العيون، ولكن أنا صاحب الجنة مولدار الناس كيف لعن الناس يسقلوهم. أنا فينا الجنة هي دار مقامة وفي أسكنة، ولكن احنا بغينا ذاك اللي سكننا مول البيت نشوفوه نعرفوه نتكلموا معاه ونشكيو عليه ويسمع لينا ونطلبوا مزيد من نعمه ويجيبنا إلى ذلك. واش هذه القضية كانت في الدماغ ديالكم ولا لا؟ واش هذه القضية كانت في الدماغ؟ نعم؟ كنسمعوك. واش هذه القضية كاينة ولا ما كاينة؟ يعني الحد الأقصى. نعم. الحد الأقصى اللي كتسمعوا في الفضائيات في غيرهم وفي غير ذلك من الكتب، يعني طلبوا الجنة. سيدي الجنة لا مسكن طلبوا الدار، احنا بغينا مول الدار يستقبلنا صاحبينا شوفوه عرفوه. هذا مطلبه بهمة ديال الناس السعداء منهم لا تعدو جنة. يا الجنة بغينا الجنة بغينا الجنة يا سيدي اشنو بغيت ندير؟ ولكن بغيت نقول الجنة، ذاك اللي سكنني في الجنة، ذاك اللي عبانا وأورادنا الجنة. الله عز وجل أن يوفقها ويكون المطالب العليا والهمم العليا، وأن نعمل لذلك ما دمنا في الحياة، وأن نستعد بلقاء الله عز وجل ونحن راض، ونحن ننتظر منه سبحانه وتعالى أن ينيلنا المقامات العليا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام.